يا ابو المجد، اصطبحنا واصطبح الملك لله. لما اروح بقى نرازي فيه شويه. مش هنصور بقى؟ مش هنصور ايه يا عم بقى، سيبني في حالي. سيبك في حالك، احنا بقالنا زمان ما عملناش فيديوهات. ما انا يابا مش لاقي افكار. ده انا عندي فكره ب1 مليون جنيه. مليون جنيه؟ ايوه 1 مليون جنيه. لا ده انا بقول ان انت تقعد ساكت خالص، لان الناس اصلا بدأت تزهق منك. مين قال لك الكلام ده؟ كل الناس بتحبني. لا في ناس كتير بتقول لي ما تصورش مع كرم تاني. بص الايجابيات ما تبصش للسلبيات. طب قول لي يابا الفكره اللي انت جاي فيها. عالدغري يوم كامل ب100 جنيه. هنقضي يوم كامل ب 100 جنيه؟ ايوه ب100 جنيه. لا بس في ناس كتير عملتها. هنعمل ايه يعني؟ انا ناوي بقى اصعب التحدي ده. احنا هنقضي يوم كامل ب 50 جنيه بس. مش هنقدر نعملها. هنقدر يا حبيبي، انت معاك 50 وانا معايا 50، وهنشوف بقى يا معلم مين هيجيب اكتر حاجات ممكنه ب 50 جنيه. وانت مالك ومال قرايتي؟ لا انت حلقت، انا اول مره اخد بالي دلوقتي. ايه السبب يا عم؟ انت مالك ومال الدنيا ده؟ ايش دخلها في التحدي يعني؟ شفت بقى، مفيش حد احسن من حد. أيوة. وكما تدين تدان. ايوه فعلا، اللي عملته فيك اترد فيا. وطبعا يا جماعه احنا هنقضي اليوم كامل ب 50 جنيه. هنشوف بقى هنجيب فطار غدا عشاء. يعني كل ده ب50 جنيه؟ مش بس كده، ده احنا هنجيب مشروبات كمان. وطبعا يا جماعه احنا مش معانا حكم علشان يقول مين فينا اللي هيكسب. امال مين اللي هيحكم؟ الجمهور. بس مش عايزين غش. لا مفيش غش، انا بقول لك الجمهور هو اللي هيحكم بينا. والتحدي ده اللي هيجيب اكتر حاجه هيكسب 10000 جنيه. 10000 جنيه؟ ايوه 10000 جنيه للي هيجيب اكتر حاجات ممكنه، والجمهور اللي هيحكم وهيشوف مين اللي هيكسب علشان ما يكونش فيه غش. وربنا يستر. قبل ما نبدا الجوله دي اوعى تعمل لايك. اوعى تعمل لايك ايه؟ لا اعمل لايك، اعمل لايك وارفع الشعار واعمل سبسكرايب وكل حاجه. هو ايه يا ابو المجد؟ هو احنا نصور مع بعض؟ لا كل واحد لوحده، انت معاك مصور وانا كمان معايا مصور. جاهزين يا عتاوله؟ يلا نبدا الجوله. طبعا يا جماعه مفيش اي مطاعم هنا علشان افطر منها، فانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. ممكن بقى اشوف اي مخبز او اي حاجه علشان نوفر فلوس. انا اصلا من النوع اللي مش بحب افطر الصبح جامد، فهنشوف دلوقتي اي قرصه او اي حاجه نصبر بقى حالنا. انا جبت دي يا جماعه وشكلها سخن وجامد واخر حلاوه. دي سعرها كام؟ 5 جنيه. دي ب5 جنيه؟ كده هيبقى معانا كام بقى من ال 50 جنيه دي؟ 45. كمان حاجه تانية؟ انا بوفر فلوس، انا دلوقتي معايا 50 جنيه عاوزها تقضي معايا. يعني الباقي اليوم وكده؟ انا لسه هجيب غدا وعشاء وحاجات كتير بال 50 جنيه دي. كده يا جماعه احنا جبنا الفطار بتاعنا. ابو المجد انت؟ مين؟ ابو المجد؟ اسمه ابو المجد. عارفني؟ قلب اخوك. تفتكر ان انا هعرف اجيب فطار وغدا وعشاء ب 50 جنيه؟ لا طبعا. ليه كده بتحبطني كده في البدايه ليه؟ فين ال 45 جنيه؟ اهو. عاوز تاخدهم؟ ما نروح نفطر ونشوف بقى نجيب ايه بال 45 جنيه دول. على مين على مين على مين على مين؟ على وقت عشان عربيه عليها كمبيتين. على مين يا اسطى؟ ابو المجد عملت ايه؟ انا لسه رايح اركب عشان مش حلات تاني. شفت بقى انا جبت ايه؟ انا عايز اجيب زيك، انت عملت ايه؟ لا ما ينفعش تجيب زيي، مالكش دعوه بقى انا عملت ايه، والناس هي اللي هتحكم. طب يلا نركب. يلا اركب انت. يلا يلا تعالى معايا بسرعه. لا يابا انا مش جاي معاك. يلا تعالى معايا. انت لوحدك وانا لوحدك. يلا مع السلامه. طبعا يا جماعه انا ما ركبتش معاه علشان ما يعرفش انا بعمل ايه، فانا هركب عربيه تانية وهنشوف اي قهوه او اي كافيه نشرب منها اي حاجه. يلا تعالوا معايا. تجرب كام يا اخويا؟ 3 جنيه يا صاحبي. 3 جنيه؟ طب اتفضل واحد من 50. طب والراجل اللي بيصور ده بالله يدفع؟ 2 من 50. تصدق بالله انت جاي عليا بخساره. يلا اللي ضيع. ايوه دلوقتي يا جماعه انا معايا 44 جنيه. لما نشوف هنعمل ايه في اليوم الاسود ده. ربنا يستر. طبعا يا جماعه انا دفعت 6 جنيه في الميكروباص ده، لاني دفعت ليا وللمصور، وانا دلوقتي معايا 39 جنيه. يا ترى هكمل بهم ازاي وهجيب غدا وعشاء ازاي بال 39؟ انا هتجنن. تعالوا نروح دلوقتي قهوه علشان نفطر. انا وصلت القهوه يا جماعه علشان اشرب اي حاجه مع قرص التراب ده. مش عارف بقى اشرب شحباتشينو ولا تفه قهوه ولا ايه. يا رب الفلوس تكفي معانا. الشاي ب 10 جنيه. الشاي يا جدعان طلع ب 10 جنيه. يا ترى هكمل باقي اليوم ازاي؟ انا كده هيكون معايا 29 جنيه. هل يا ترى هجيب بهم غدا ولا عشاء ولا ايه بالظبط؟ انا بفكر انسحب من التحدي ده. تابعوا معانا. شاي يا باشا. تسلم يا باشا. شاي. هكمل اليوم ازاي؟ انا مش عارف هكمل اليوم ازاي ب 29 جنيه. انا لقيت يا جدعان ارخص حاجه هنا هي الشاي وهو ب 10 جنيه، ودلوقتي معاها 29 جنيه. يا ترى كرم بيعمل ايه بال 50 جنيه؟ انا خايف لا يكسبني والله. انا دلوقتي يا جماعه رايح عند بتاع الفطار عشان اجيب لي اي حاجه افطر بيها. حد واحد بطاطس يا عم.
دلوقتي يا جماعه انا جبت سندوتش ب 10 جنيه وبقى معايا 34 جنيه. ما رضيتش اجيب غير واحد علشان يقضي الغداء والعشاء، ورحت اروح اجيب مشروب، اي مشروب اشربه يكون ب 10 جنيه. ويلا بينا. دي سعرها 12 جنيه واتبقى معايا 22 جنيه. مش عارف بقى اكمل اليوم ازاي. الله يسامحك يا ابو المجد. تعالوا كلوا معايا يا شباب، مع اني مش هشبع بس ماشي. انا دلوقتي يا جدعان مش معايا غير 29 جنيه وهتغدى دلوقتي. بقول لك ايه، هو في شاورما؟ في سوري وفي فين وفي قيصر. فرنساوي. 80 80 جنيه. بقول لك ايه، طب اللي قلبك يحبها. طب ايه، هو عندكم بيض؟ عندنا بيض. طب ايه البيض اللي في عندك بيض ميكس تشيز، بيض مالي، بيض مسلوق، بيض بسطرمه، بيض رومي، جوز ايه؟ واحد حلاوه بالقشطه. لفتك ورجعت الحلاوه بالقشطه. ما هو بصراحه انا عاوز ارخص حاجه عندكم. ودلوقتي يا جماعه جبت واحد حلاوه بالقشطه سعره 17 جنيه. يا ترى اكمل بباقي الفلوس دي ازاي؟ مش معايا غير 12 جنيه. احنا اصلا الساعه 8 بالليل، هتغدى واتعشى بسندوتش واحد. تعالوا بقى نشرب اي حاجه. يلا السلام عليكم. انا عاوز اي حاجه تهدي لي اعصابي، لان انا اعصابي بصراحه تعبانه من الصبح. مفيش غير الليمون بالنعناع ويهدي الاعصاب. طب ده عامل كام؟ ده عامل 20. لا بقى انت مش عارف انا اقول لك ايه بصراحه. بيقول لي الليمون النعناع عامل 20 جنيه. مفيش حواجب؟ لك مثلا ممكن نخليه ب 15. مفيش واجب اكتر من كده؟ مش معايا غير 12 جنيه. عشان خاطر نقول لك ب 12 مش مشكله. هتعمل لي ليمون نعناع ب 12 جنيه؟ ما بقاش عامل ايه. الله يبارك لك والله. دلوقتي وقت الغداء وانا معيش غير 22 جنيه وعايز اكله تملي الكرش، فانا مفيش اكل ب 25 جنيه، فانا هضحك على ابو المجد واكمل الفلوس من معايا واجيب اكله مطرقعه كده تشبعني. انا دلوقتي يا جماعه جبت الغدا والمشروب ومش معايا فلوس خالص اجيب العشاء، فانا دلوقتي مش عارف هل انا خسرت ولا كرم اللي خسر. واكتبوا في الكومنتات مين اللي كسبان. هو ابو المجد بيقول اقضي يوم ب 50 جنيه، هو ينفع الكلام ده يا جدعان؟ اكتبوا في الكومنتات. وانا بصراحه حاسس ان انا خسرت وشكلها ما فيهاش عشاء. تعالوا بقى نشرب المشروب ده علشان يروق على اعصابنا. الف هنا. عندك ايه؟ انا عايزك تدلعني كده. عندك طاجن؟ عندك طواجن واسعارها ايه؟ عندك كبده ولحمه وفراخ وسجق، اي حاجه فيها 45. هات لي واحد طاجن فراخ كده يا جدعان. انا ضحكت على ابو المجد وكملت فلوس من معايا واجيب اكله مطرقعه كده، بلا تحدي بلا بتاع، اهم حاجه ادلع كده. ده يا جماعه. والباكجينج، يلا نعمل انبوكسينج. واو، تعالوا يا جماعه اتفضلوا معانا. هو الولا كرم ده راح فين يا جدعان؟ انا برن عليه مش بيرد عليا. دلوقتي انا ما عادش قادر اتعشى، فانا هضحك ابو المجد واقول له ان انا اتغديت واتعشيت، ضربت عصفورين في حجر عشان بصراحه ما عدتش قادر. دلوقتي انا خلصت التحدي وهرن على ابو المجد واقول له خليه يجيب لي 10000 جنيه، واقول له كمان ان انا اتبقى معايا 10 جنيه. كده انا كسبت التحدي بقداره، واول ما اخد ال 10000 جنيه هشتري البانيو ده اهو، ابلبط فيه ابلبط. يلا رن على ابو المجد. ايه يا ابني انت فين؟ انا برن عليك من بدري. انا خلصت التحدي واتبقى معايا 10 جنيه. هو انت بتشتغلني؟ انت عاوز تفهمني ان انت عملت كل ده ب 40 جنيه؟ ايوه، فطار وغدا وعشاء. تعالى كده يا حبيبي عشان تديني ال 10000 جنيه. طب انت فين دلوقتي؟ انا في اول شارع جهاد. ابو المجد جاي يا جدعان، تعالى. خد بقى انت كده قول لي انت عملت كل ده ازاي ب 40 جنيه؟ انا قدرت ادبر اموري والمتابعين عارفين. يعني كل ده متصور؟ ايوه بالظبط. اوعى يكون حذفت حاجه. لا ما حذفتش اي حاجه. انت متاكد يا ابني ان انت عملت كل ده ب 40 جنيه؟ ايوه قدرت اعمل اللي انت مش قدرتش تعمله. وانت عرفت ازاي ان انا ما عرفتش؟ علشان انا رنيت عليك الاول، واللي كان هيرن عليك يبقى كده انا الكسبان. انا بجد هتجنن، ازاي ده قدر يعمل كل ده ب 40 جنيه؟ فطار غدا عشاء، وكمان انت عملت ايه خد تاني؟ ال 10 جنيه ديت مواصلاتك عشان تعرف تروح. هو انت باقي معاك فلوس كمان؟ يلا بقى هات الفلوس عشان انا بلبك في البانيو. انت هتشتري البانيو ده؟ ايوه. انا بصراحه مش معايا كاش. دلعني. تاخد فيزا؟ اخد اي حاجه المهم فلوس. امسك دي الفيزا، الباسورد بتاعها 4 خمسات. خدت الفيزا. هتدوس حاجه يا ابو المجد، روح اجيب البانيو بقى اللي انا نفسي فيه. روح يا حبيبي، روحوا بقى هات الفيزا تاني. ماشي اجيبها لك. بجد يا جماعه انا مش قادر استوعب ان هو عمل كده وكمان باقي معاه فلوس. انا هتجنن.
قولوا لي لو هو بيعمل حاجه او بيغش او بيخم، اكتبوا في الكومنتات، لان لو عمل كده انا والله ما هجيب له حاجه تاني، ولا بانيو ولا اي حاجه. ده انا الحاجات دي مش عندي اصلا.